الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم مصارع السوء. أما بعد، الله جل وعز شانه قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الآية هي تحوي أدب الإنكار. بداية، الأصل في المؤمن دائما وأبدا أن يبدأ بما بدأ الله به. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الحرم وأراد أداء العمرة قال: أبدأ بما بدأ الله به، حينما وصل للصفا والمروة. الآن عقلا لو جئنا قلنا أين نبدأ، الصفا أم من المروة؟ عقلا هنا نتوقف، لأن الأصل في الأمور الشرعية إتيان ورود نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ما بين الصفا والمروة. انظر إلى دلالة عظيمة وقاعدة ثمينة يعطيك إياها النبي عليه الصلاة والسلام كيف تستنبط الآيات. قال عليه الصلاة والسلام لما أراد الصفا والمروة قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ بالصفا، فذهب إلى الصفا ثم ذهب إلى المروة. فهذا أعطاك دلالة الله جل وعز شانه أنك الأصل أن تبتدئ بما بدأ الله به في كل شيء. لهذا تعالى معي نعود لآيات: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الأصل في الداعية الموفق أن لا يتعجل الإنكار، بل بداية أن يبدأ بالمعروف، يأمر بالمعروف دون الإنكار. ودليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، لأنه خذها قاعدة: كلما زاد إنكارك زاد جهلك. فهناك أمور في الشرع أنت ربما تغفل عنها، عند الأئمة وردت قولا من أحد الأئمة أنت غافل عنها، تجد أناس يصنعون بها، ثم بعد ذلك أنت تنكر عليهم، دليل جهلك في هذه المسألة. لهذا كلما زاد إنكارك على الناس زاد جهلك. فالأصل بك أن تستوطن القلوب بالأمر بالمعروف والنصح للناس وإظهار الشفقة، ثم تنتقل لمرحلة أخرى ألا وهي الإنكار. أما أن تبتدئ بالإنكار فكأنك الله جل وعز شانه اصطفاك على العالمين، فيظن الناس بك الكمال. لكن أما أن تنظر إليهم بمنظور الشفقة فهذا هو المحبوب لقلوب الناس. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما استوطن القلوب قبل 40 سنة، قبل البعثة، من لدن ولادته إلى 40، كان يطلق عليه الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. استوطن القلوب ثم أتي بالشرع فأمرهم بقول لا إله إلا الله، ثم بدأت شرائع الإسلام تنزل تدريجيا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن حجر: أي الذي لا يأخذ بالرخص يهلك، فالأصل في الدين أن تأخذ هنا وهناك، والأصل تارة أن تلين وتارة أن تشد في الأحكام بحسب الحال. لهذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسألة إنكار المنكر كان يمر فوجد مجموعة من الصحابة تضرب رجلا بالأحذية وفي العصا وغيره. قال أبو ذر رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: قال: ما بكم على أخي؟ قالوا: وقع في منكر. انظر، هم الآن ينكرون المنكر، تجاوزوا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قفزوا لتنهون عن المنكر. قال أبو ذر: لا تعينوا الشيطان عليه. انظر، لأن المرء بحد ذاته فيه طبع العناد، يعاند. قال: لا تعينوا الشيطان عليه. قالوا: يا أبا ذر ألا تكره الرجل؟ قال: أكره صنيعه، أنا أكره ما فعل لكنه أخي. انظر كيف أدب الإنكار المنكر والأمر بالمعروف. لهذا من نظر للناس نظرة الإشفاق هنا يوفق الموفق ويلقى له القبول في قلوب الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقيني وإياكم مصارع السوء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.